خارجين واحدين قالوا عني انسيستيت حتى على ولايات الشمالية وخاصة أدرار. طبعا وراهم واحدين يسولوا شنو علاقتي بأدرار، قال ذاك نخليهم مع الزمن ومع الناس درجوا يجبروا الجواب. غير الأهم في كامل أني سلط الضوء على رجال أعمال وعلى رجال في المؤسسة العسكرية ومشايخ تقليدية والظلم اللي تعرضوا له في ولاية أدرار وفي ولاية الشمال بصفة عامة. رغم احترامي للناس كاملة، أنا دائما نتكلم واستغفر الله من قولي أنا نتكلم في جانب دائما الجانب اللي يظلم فيه الإنسان أيا كان. أنا من موريتانيا كاملة. قال لي أوضح له واحدين من الأشخاص، راهم واحدين تهجموا عليا في قضية الجنرال المكتشفين وقضية إبراهيم الحاج المختار وقضية موريس بنزا وقضية الظلم اللي تعرضوا للأسرتين الكريمتين المحترمتين اللي أنا أقدرهم مشايخنا التقليدية في أدرار، أهل ممو والمشيخة التقليدية الأسرية الاجتماعية اللي هم أهل همدي وأدري كمان أهل همدي. وتطرقت لبعض من الأمور من أعلامه اللي ينشير بصيغة عامة وتهميش أولادهم. هذا قلته ولاني راجع عنه اللي حد شاف اليوم موريتانيا يعرف عنها واقفة اليوم اللي زي انتلكتيل الناس اللي واعية والنخبة اللي محترمة والنخبة اللي داعمة السلم الأهلي وماشية فيه يعرف عنهم من أهل الشمال رغم احترامي لجميع الجهات. وهذا الاختيار حد اللي يقص شوي لين يجبر به الأحبل من بلد جانكيرو. اليوم أنا طالب زمن لا بالتعادل، التعادل دائما اللي هو العدالة. حد خرص قضية رجال الأعمال مع البنوك، رجال الأعمال مع البنوك، مع الناس المستثمرة مع البنوك. بعض من البنوك اللي هي قضية إبراهيم والحاج المختار، رغم عن الشركة كانت تشغل شي زايد 4000 إنسان حاز عليها وعدل ياسر انضربت بالبنوك وانضربت بالأمور السياسية اللي عنه دعم جهة معينة، وهو الآن مع السلطان مع رئيس الجمهورية دعمه. والتاشفين اللي جنرال اللي قابلها سكدوا اللي نقولها معناها عنه إنسان بدأ من عند خارج واحد يقول سكدوا يقولوها من عند بريمير كلاس غير نحن ولاد سنادرة إنسان معناها عنه الظلم اللي تعرض له وذوك الجبهات اللي جبوا اللي يعدلوا لنا احنا ظهرناهم وقلنا عنها ما هي صالحهم زين لين يسموا الاسماء. راكم اللي شفتوه للنعمان شفتوه الموريس. هذا تكلمتكم لا عن قطاع بسيط نقطة بشكل ثور. وهذا قلته اللي تقريبا 2008 قلته في قضية العبد الله اللي الشريف العبد الله اللي تعرضت له MKT وتعرضت الاستثمار بالسياحة ونضربوا بذوك الأمور. هذا ما يولد يكون اللي فات تخليق اللي عدل واللي في الشير واللي عدل كلاش اللي قبل مدفوع قال منها وفرغ به الأسرة والآخر اللي عدل به الظلم تعرضوا واللي تعرضت الأسرة الكريمة. أنا أتكلم هنا لا عن جبح. مع الناس قالوا عني طرحت الضوء على السماسين قلت عنهم مدة محترمة أولاد غيرهم قلت عنهم مدة ممكن كل التعضيل احترام محترمة وكيف قبائل موريتانيا كامل منهم كان يسعى في السلم يسعى شيء إيجابي. تعرضتهم لأسرة من أسرة الجدو ما نختار نطرحها قبل بالتحديد وراهي تريكتي إلى حد الآن زاد في إشكالية صعيبة وهذا لا ظلم. بعض من القضات وبعض من الناس اللي ما هي قضات بلجات بطريقة غير شرعية وعاد تتقبل ياسم الأمور وش من الرشاوي وش من الأمور المجتمعية معروفة هون حالا بالقصص المهبلية. معناها عن اليوم نختار نقول عن القضاء فرض عليه المستقيم لا يخرصوا باب الشرع ولا باب القانون ولا يخرص حد عنه لا يموت. وطالبين من رئيس الجمهورية وطالبين الناس كاملة عنها التعامل القضاة بتنصحهم عن العدالة هي ايش والشغال. وعن النوع من الملفات عنه لا الحل. هذا لا عاد كيف قضية السونلك وقضية وزارة الإعلام وقضية الناس اللي نقال عنه رسمات هي نداروا عليها واحدين قاع ما قطوا شافوا السونلك ولا قطوا عدلوا الإعلام. وهذا ظلم مزلنا نشدوا أخبار ومزلنا نوقفوا مع أهله. وكيف قضية اللي عدت فوبور
اللي حالا عاد فيه جهه واحده من موريتانيا وعاد معروفه وجايين من ياس من الشكايات اللي هو بورناكشو وبورنو وديبو. معناها عن هون ليه نقولوا عن الشيء ما فيه العداله، عن يهدد السلم الاهلي. وطالبين رئيس الجمهوريه وطالبين الناس كامله على تسعى لا في شيء يجمع اهل موريتانيا. موريتانيا صغيره والناس متعارفه، والناس اللي كان عندها شيء معروفه والناس ما كان عندها شيء معروفه، ولكم مني كل التقدير والاحترام. يا غالي انت مداين انسستي عن قضيه والحاج المختار يلا تنحل، وعن الجنرالات